انه يوم ما انتقل ابويا الى جوار الله سبحانه وتعالى، انا كنت اقول انا مش هزعل، لانه يعني بيني وبينه هجر وغدر وجرح في قلب داريته، بيني وبينه ليل وفراق وطريق هو اللي بدأه مش انا اللي بديته. وكانت مشكلتي الاساسيه لان انا اتربيت الحمد لله كويس وربنا سترها، انما كانت مشكلتي الاساسيه الست اللي قاعده دي 27 سنه باربع عيال وباي باي وغني وعنده كل حاجه، حاجه في منتهى الصعوبه. يعني مش بس ما عاشتش حياتها، لا ده هي كمان بقت عندها مسؤوليه كبيره، وبعدين من اسره عاديه لا عندها اخ مثلا هيصرف عليها ولا خال مش عارف مين ولا عم في كندا ولا مش عارف مين، فما فيش حاجه خالص، هي كده. لكن ربنا ساعدها وعدت الدين الحمد لله. فلما ابويا توفى احكي لكم المشهد. كنت في مكتبي، كنت مسؤول تحرير او مدير مكتب مجله سادتي، وكنت في المكتب وكان معايا الله يرحمه كاتب باهر جميل جدا، كاتب يعني نابه، معلم في كتاب اسمه شفيق احمد علي الله يرحمه. فشفيق كان قاعد عندي وبنتكلم في الشغل، بعدين التليفون جاني في المباشر اللي هو مش على مكتبي، على مكتب استاذ محمود شناوي. فرحت مدير المكتب كله بقى، كنا اصلنا سيدتي ومجله وجر المسلمون والشرق الاوسط وهيصه يعني. ف فقالت لي تعالى بقى ابوك توفى، امي. فرجعت لشفيق قلت له يا شفيق انا لازم امشي، هو بيتكلم في شغل. قلت له معلش يا شفيق لازم امشي. قالت بس انا كنت عايز اقول لك، اصل انا عايز اقول لك بس استنى محمود 5 دقايق بس. قلت له لازم امشي يا شفيق. فمش عايز يمشي، عايز يخلص كلامه. فقلت له شفيق ابويا مات. قال لي يا نهار اسود. قلت له لا اسود ولا حاجه، بس لازم اروح لامي عشان نشوف هنعمل ايه. ورحنا وكان ما كان، يعني بالتفاصيل مش عارف انا حكيتها قبل كده، احب نحكيها تاني بالتفاصيل بايخه بس يعني. ابويا توفى في دمنهور في مستشفى دمنهور، وبعدين بقينا نفكر بقى نعمل ايه. طيب هو توفى وطلب قبل ما يموت من اخوي الكبير محمد الله يرحمهم جميعا انه يدفن مع ابله فاطمه اللي هي ام جدتي يعني، اللي هي حماته يعني، كنت احبه قوي. فقال له ادفني جنب عندهم مدافن، عيلته كبيره، انما عايز يدفن مع ابله فاطمه. فقلنا خلاص حد يروح يجيبه. فمحمد قال، ماما قالت محمد عشان هو الكبير يعني، قالت له روح انت هاته. محمد ركب العربيه وراح دمنهور، كانت الساعه مثلا 3 الظهر كده. طب هنعمل ايه يا حاجه؟ قالت لي مش هنعمل حاجه. قلت انا بقول كده برضه الناس ما تعرفش اني اب اصلا، فجاه نقول لهم الحقوا يا جماعه ابونا مات وبتاع وكده حاجات زي كده. قالت لا ما نعملش حاجه. شويه وقالت لي لا بس سعد ما يموتش كده. طب هنعمل ايه يا امي؟ بس هنعمل ايه يا حاجه؟ قالت لا هنعمل عزا. احنا بقى في امي نتكلم بس الراي هو رايها، يعني ممكن نقول راينا، هي ديمقراطيه جدا، نقول اللي انت عايزه وبعدين هي تعمل اللي هي عايزاه. فالمهم قررت ان يبقى في عزا ويبقى في نعي في الاهرام، وقعدنا عملنا الحكايه وكتبنا النعي، وحتى حد من زمايلي ودى الاهرام ينشره، وعملنا العزا وكل حاجه. لكن احمد محمد بقى جه الساعه حوالي الساعه 12 بالليل، 12 ونص، كنا احنا مجهزين كل حاجه، وبعدين قلنا نصلي عليه في الجامع اللي قدام بيتنا. فدخلت امي، فتحوا لنا الجامع بالليل، ونزلنا بقى كل عيلتنا بقى اللي هي كلها للاسف ماتت، معظمها 90% ماتوا كلهم. خلاني وقرايبي وكلهم ونزلوا وصلينا عليه. وامي طبعا انفعلت انفعال فظيع جدا يعني. وبعدين رحنا الدفنه، كانت الساعه 1 بالليل، واحنا ما دفنا كويسه يعني. حتى كان معايا حمايه الله يرحمه مستشار ابو حي الله يرحمه. فلما شاف الدفنه كده رومانسيه، الليله كانت قمر والدنيا منوره وجو شاعري جدا، بس دفنه الساعه 1، احنا مش متعودين في المدن ندفن متاخر كده، بس عشان ده جاي من بلد فممكن. فحتى عبد الحي بيبقى لما الامور هاديه كده قال لي بقول لك يا محمود لما اموت تدفني هنا في الحته دي. دي حلوه قوي. وقد كان يعني عملت كده.
فما كنتش حاسس بحاجه بصراحه. يعني انا بقول لكم بمنتهى الصراحه ما كنتش حاسس بحاجه خالص. يعني انا كنت شاكك في نفسي انه لا، لما يحصل حاجه زي كده هتاثر. ما تاثرتش خالص، رغم ان اختي متاثره وبتاع. بس محمد مش عارف، مش فاكره، لان الدنيا كانت ضلمه ما شفتوش. احمد اظن احمد كان موجود، جه يعني جبناه، كان في الجيش فجه متاخر يعني. فما حسيتش بحاجه. ودي حاجه عدى عليها دلوقتي اكتر من يعني يمكن بالظبط يمكن 30 سنه. لان افتكر ده كان سنه 93 يمكن، مش متذكر بالظبط الحقيقه. شوفوا حتى مش فاكر السنه. آه ما حسيتش بحاجه. ودي حاجه انا بقولها لكل اب. رغم ان انا مثلا ما طلعتش مجرم، ما طلعتش مدمن، ما طلعتش صايع، ما طلعتش ماليش شغلانه، لا ده انا طلعت الحمد لله كويس جدا. يعني تربيه امي نجحت، يعني نجحنا في مهنتنا، واخواتي طلعوا ضباط كبار، والحمد لله اسرتنا كويسه. ما تحسش ان مفيش اب. لكن لغايه دلوقتي لما اسمع حد في اي حاجه، يعني اقرا في كتاب، اشوفه في فيلم، اشوفه في الحياه، يقول اصل انا ابويا علمني، اصل انا ابويا كان بيقول لي، بتضايق. تصوروا والله بتضايق. دي حصلت لي على كبر وانا صغير، يعني وانا في الاربعينات، فما كنتش حاسس بالحكايه دي. انما لما كبرت حسيت الله، طب انا ابويا قال لي ايه؟ ما قالش حاجه. ما جابش سيرتي. ما قالش حاجه. ما سابش حاجه، ما عملش اي حاجه، لا ما عملش اي حاجه. فدي انا بقولها لكل اب موجود دلوقتي في الحياه وعنده ولاد ما بيسالش عنهم، ما بيصرفش عليهم. مالك يا عم الحاج؟ مراتك يعني انت حر، انت حرين. ما جايز هي كمان مش عايزاك، يعني مش مشكله. انت عايزها هي مش عايزاك، انت مش عايزها هي، يعني مش دي المشكله خالص. انما الولاد ده حتى كمان يعني في العصر الحديث ما تقدرش تقول انا شاكك في العيال، لان في دي ان ايه وفي كل حاجه. فدول ولادك. ده انا في ولاد شفتهم وكان ابوهم بينكرهم. دي تجربه انا عشتها شخصيا. فلما شفت البنت، هي كانت بنت، ما بقتش مصدق. هي مش شبه ابوها، دي هي بالظبط ابوها. يعني بالظبط، معناها بنت. لون الشعر، لون الوش، جلدها، لون العينين، المراخير، البق، تقسيمة العين، الحاجب، بالظبط. تعرفين في ولاد كده بيطلعوا احيانا بالظبط نسخة مطابقة يعني، واشهرهم عيلة الحجار يعني. تلاقيهم نسخ مطابقة كده. فايه بيحس بايه الاب ده؟ يعني ايه ده؟ عايز ايه؟ مش عارف. بس انا بقول له ان العيال دي هتكبر ومش هتنسى، وهتروح الدنيا شمال وتيجي، والعيال دول ممكن يبقى منهم وزير وسفير ورجل اعمال عظيم وظابط عظيم ومهندس عظيم، ومش هينسى. مش هينسى، وانت مش هيفيدك حاجه. اذا كنت مؤمن بربنا فهتبقى عندك مشكله، لان انت ما وفيتش بالعهد. التربيه دي مسؤوليتك. اذا كنت مش مؤمن بربنا فانت هتفضل العيال دي يعني بتيجي سيرتك يعني مش كويسه، مش كويس. فارجو كل راجل يفكر كويس، خاصة المقتدر. يعني اللي ما عندوش اوكي، يعني ما عندوش، طب بيبقى باين على فكرة. انما اللي عنده ما اعرفش دول بيعملوا ايه. دول بينطبقوا تحت جدار اللي هي ملك اتكلمت، واشرف علي يتكلم، وعزة وام احمد، على الرحمة. على فكرة دي مش رحمة، ده واجب. ده مش رحمة ولا مودة، ده واجب، مسؤولية. وقفوهم إنهم مسؤولون. شوف الآية، وقفوهم إنهم مسؤولون. كل واحد لازم يتحمل مسؤوليته في حياته. وإلا مش عايز تتحمل مسؤوليتك يا عم ما تتجوزش ولا تخلف ولا حاجة. تتخلف ليه وبتعمل كده ليه؟ وبعدين مش قادر أفهم إزاي أنت تصب جم غضبك على مراتك في عيالك. إزاي؟ ليه؟ يعني إيه العلاقة؟ إيه العلاقة؟ انما انا ابويا ما كانش صاحب جم غضبه وبتاع. انا ابويا كان يعني خالع،
لانه عمل نفس الحكايه مع اولاد تانيين من زوجه تانيه برضه. بس يعني مش بالقسوه دي. فدي يمكن حبيت اتكلم عنها في الاول. في تفاعل يعني، في حركه في التليفون ولا نمنا ولا ايه؟ بس نور والدها كان بيتابعك وهو حاليا في الرعايه وعايزه بس الناس تبقى اسمه ايه؟ مش كاتبه اسمه. لا الف سلامه، ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بألف سلامه. ألف 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 سلامة يا نور. إن شاء الله باباك يبقى زي الفل، ويقوم الرعاية ناس ياما كتير تخش وتخرج زي الفل إن شاء الله. والله جسمي أشعر يا نور. لا إن شاء الله ربنا يعني يعافيه ويشفيه ويخليه زي الفل إن شاء الله. ادعي له كمان وأنت بتصلي، وأنتوا كمان ادعوا له كلكم. كوكو بتستفيد منك في الفيديوهات اللي على الأنبياء، فعايزاك كوكو انت وكل الاصدقاء كل اسرتنا في الونس ما تتصوروش قد ايه انا مبسوط بالحكايه دي، لان دي مزاجي انا. يعني انا قراءاتي انا اللي قريتها من زمان قوي، وعمري ما سالت نفسي بقراها ليه. ما كنتش اعرف. انا كنت بقراها لاني بتبسط، لان انا يعني من شارع الاستئناف، باب الخلق، فاطمه النبويه، الازهر، الحسين، كل القصه دي عشت فيها طفولتي. فالاهل البيت عندي يعني والانبياء والحاجات دي يعني حاجه جميله جدا، بتنسم منهم حاجات حلوه جدا جدا جدا. يعني خلي بالك انه الحاجات دي بتزكي النفس. يعني هي الفكره منها ايه؟ يعني ليه في قصص كتير في من الانبياء في القران الكريم؟ يعني ربنا بيحكي لك حكايه كده، وحتى في اللغه العربيه يسموها انه كان يسلي النبي، يعني بيفرجوا ان في ناس انبياء قبلك عملوا حصل لهم كذا وحصل لهم كذا، يعني بيقويه. كلمه بيسلي يعني بيقويه. لكن انتوا اللي اعجبكم بقصص الانبياء دي، البعد الاساسي في القصه هي المشقه، مشقه النبي في دعوته، وان احنا حياتنا كمان بتبقى فيها مشقه، وانه تستلهم منها، تستنبط منها، تطلع منها حاجات حلوه، مشاعر رقيقه، وحكم جميله جدا من كل الانبياء المذكورين في القران واللي موجودين في كتب التراث. لان في حاجات ما ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام في احاديثه، في حاجات مذكوره عن سيدنا عيسى، في حاجات مذكوره عن سيدنا موسى، في حاجات وحاجات. فانا مبسوط قوي انكم بتحبوا قصص الانبياء، لان انا ممكن اقعد احكي عنها من هنا. يعني مثلا انا ان شاء الله بنستعد ان احنا يعني حصل بينا اتصال وبين المسؤولين السوريين بيعملوا لنا تصاريح. فمثلا ادي يا ستي مثلا عندنا مغاره الدم كتير فعلا من سوريا باعتين وبعدين قبر هابيل، الله اكبر. يعني عندنا بلال ابن رواح حبيبي، الجامع الاموي ده انا انبهرت بيه لما رحت سوريا من حوالي 15 سنه واكتر. المسجد الاموي ده. ان اعجبك الفيديو برجاء الاشتراك في حساباتنا على السوشيال ميديا باسم خبر طازة، وتفعيل زر الجرس ليصلك كل إشعارات الأخبار الجديدة.